السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض الشربات اللي احنا بنستخدمه كتير في رمضان، وكل سنة وانتم طيبين عشان خاطر الحلويات. يلا بينا نشوف مع بعض ايه هي المكونات. اول حاجة انا جهزت اهو كيلو سكر، هنزل عليه بلتر مية. ادي اهو نزلت عليه بلتر المية، تبدأي تدوبي السكر. طبعا لو سكر عندك فاتح هيبقى الشربات بتاعك فاتح، لو السكر عندك غامق الشربات بتاعك هيبقى غامق، وفي كلا الحالتين مفيش مشاكل. تمام كده. هندوبه، احنا لسه ما رفعناهوش على النار، وننزل بقى بعصرة ليمونة. تمام. وهو لسه مش على النار، وهو لسه مش على النار. وعلى فكرة هو عمره ما هيسكر منك ولا هيعمل اي حاجة، مجرد ما تحطيه في التلاجة كله هيبقى تمام. نحط عصرة ليمونة، يا اما عندك ملح الليمون حطي ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، اللي متوفر عندك حطيه. وادي اهي ملح الليمون، ونبدأ برضو ندوب شوية وبعدين نرفعه على النار. وادي اهو رفعناه على النار. شايفين؟ نبدأ ندوب فيه حبة حبة كده. شايفين بدأ السكر يدوب خالص. هنسيبه من ربع ساعة لتلت ساعة على نار متوسطة. تمام كده. طيب، لو انت عايزة تعملي الشربات بتاعك بنكهة معينة ممكن تحطي في الاخر قشرة برتقانة، قشرة يوستفندي، تحطي قشرة ليمونة. شوفي النكهة اللي انت بتحبيها، ممكن تحطي قرفة، ممكن تحطي قرنفل، اللي انت عايزاه تعملي بيه العسل ممكن تحطيه في الاخر خالص، بس بعد ما يغلي ويربط مننا. تمام كده. طيب، لو انا عايزه احط ورقه فانيليا، تحطي ورقه الفانيليا في الاخر خالص بعد ما نكون خلاص انت رايحه تقفلي عليه. ادي اهو، بص شايفين بعد ما غلي وقسر اللي هو تقل معايا، هنزل بورقه الفانيليا بتاعتي واقلب كويس غلوتين واطفي عليه يبرد، ونحطه في البطرمان بتاعنا. وادي اهو تقل معايا، شايفين؟ وبقى حلو جدا، اللي هو مناسب، ولا تقيل ولا خفيف، بين البنين. يلا بقى نصبه في بطرمان. ادي اهو بعد ما صبيناه، شايفين؟ يبرد خالص وحطيه بقى في التلاجة تستخدميه وقت ما تحبي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.